النهارده انت بتبتدي مع سلوت، المفروض ان انت لازم يكون في عندك خطه ولازم تكون واضحه للناس. هل انت النهارده بتنهي جيل تاريخي بالنسبه للفريق وبتقول انا اخر الموسم ده مع صلاح وفان دايك وارنولد لو عايز يمشي يمشي، وهبتدي ان انا ادعم الفريق بدايه من الموسم الجاي واعمل كذا واسوي كذا وهشتري لعيبه والكلام اللي انت بتضحك عليا بيه كل مره؟ ماشي، دي خطه. ولا انت بدأت اصلا المشروع بتاعك من سنتين زي ما انت قلت لي قبل كده، وجبت خاكبو وجبت ماك اليستر وجبت سوبوزلاي، اي نعم على فترات طويله، ولكن انت دعمت الفريق. والنهارده المفروض ان انت عندك بدايه مشروع مع مدرب جديد من بدايه الموسم. ارن سلوت بيقدم مباريات قويه وبيقدم مستوى عالي، فالمفروض ان انت دلوقتي في مرحله بدايه مشروع مش نهايه حقبه. فاللي في بدايه مشروع ده كان لازم بتدعم من الصيف اللي فات، لان انت المفروض ان انت تعاقدت مع مدير فني جديد، وكان لازم ان انت تشتغل على تجديد عقود اللاعبين اللي هم اهم لاعبين عندك، واحد زي ارنولد، واحد زي صلاح، واحد زي فان دايك. كان المفروض ان هم من بدايه الموسم عارفين راسهم من رجليهم ومجددين سنه واثنين وثلاثه على حسب.